لابوبو، اللعبة التي كشفت كيف تتحكم الترندات في عقولنا. في زمن أصبحت فيه الترندات تحركنا أكثر مما نحرك أصابعنا على الشاشات، بدأت الأسئلة تطرح نفسها: هل لازلنا نختار بحرية أم أن خوارزميات السوشيال ميديا باتت تقرر عنا ماذا نحب وماذا نشتري، بل حتى كيف نضحك ونبكي؟ من كيكة أحمد إلى الترند الهندي، ومن كوب ستانلي إلى شوكولاتة دبي ثم ستيتش، ننتقل من موجة إلى أخرى ومن صيحة إلى أخرى كأننا في سباق لا يتوقف. والآن جاءت لعبة جديدة لتشغل الجميع: لابوبو. نعم، مجرد لعبة صغيرة تحتوي على 7 شخصيات مختلفة، لا تمثل أي تكنولوجيا متقدمة ولا فكرة عميقة ولا حتى فائدة تذكر، ومع ذلك تحولت إلى ظاهرة عالمية. فجأة لم يعد هناك مؤثر أو فنان لا يحمل لابوبو في حقيبته أو سيارته، من ريهانا إلى دواليبا، من ليزا إلى هدى بيوتي، بل حتى المؤثرين العرب وجدوا أنفسهم في سباق مع الوقت فقط ليحصلوا على نسختهم الخاصة، وكأن امتلاك هذه اللعبة يحدد من هو داخل الترند ومن هو خارجه. المثير حقا للسخرية أن الناس يصطفون لساعات أمام المحلات بانتظار دورهم لشراء هذه اللعبة، وفور شرائها تبدأ لحظة التشويق الكبرى. لا أحد يعلم أي شخصية ستكون من نصيبه، فالتغليف لا يكشف شيئا، فقط عند فتح الصندوق تعرف إن كنت محظوظا أو فقط متأثرا جدا بالموجة. أما صانعو المحتوى فقد وجدوا فيها كنزا لا ينضب: مقاطع فتح الصناديق، ردود فعل درامية، تحليلات عن أي شخصية حصلت عليها، بل حتى فيديوهات بعنوان ما الذي ترتضيه مع لابوبو الخاصة بك، وكأننا نتحدث عن مخلوق فضائي لا لعبة بلاستيكية. ولنكمل المشهد العبثي، سعر اللعبة ليس بسيطا أبدا. النسخة العادية تتراوح بين 300 و 800 درهم، أما النسخ النادرة فتصل أسعارها إلى 5000 درهم أو أكثر. نعم، لعبة بلاستيكية واحدة قد تكلفك أكثر من راتب شهري في بعض الحالات. فماذا يقول هذا كله عنا؟ هل أصبحنا فعلا ضحايا ترندات؟ هل باتت قراراتنا محكومة بما يروج له الآخرون؟ أم أن السوشيال ميديا مجرد مرآة تكشف ما بداخلنا من رغبة في الانتماء أو في التميز، أو فقط في أن لا نشعر أننا متأخرون عن الركب؟ الجواب قد لا يكون بسيطا، لكن الأكيد لابوبو ليست مجرد لعبة، إنها مرآة لعصرنا.